بعض المسائل في المتن الجزري، لكن أول نأخذ مسلم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة واحدة. نبدأ بسم الله. نبدأ بسم الله الصحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين، اللهم آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، قال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيحه، قال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة حدثني ورقاء بهذا الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح قال حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 4. قال القعنبي وعبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم وهو قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح 4. قال حدثنا أبو كامل الجحدري صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. في هذا الباب مسألة مهمة، وهي مسألة أنك إذا
أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة. إذا أقيمت الصلاة، ولعل معنا أبو مالك ولا مو معنا؟ خلاص ما في مشكلة، خلاص خير إن شاء الله. أنك إذا أقيمت الصلاة الفريضة يعني وأنت تصلي النافلة، ما العمل حينئذ؟ هل تكمل الصلاة أم تقطع الصلاة؟ هذه المسألة خلاف أن نقول أن الصلاة أقيمت ثم أنت تصلي النافلة. هناك فرق. أنت بدأت في النافلة ثم الفرض أقيم له، ما العمل؟ المسألة الثانية أن الصلاة أقيمت، الفرض أقيم، ثم أنت شرعت في النافلة، فما حكم الأولى وما توجيه الثانية؟ بالنسبة لي من بدأ النافلة ثم أقيمت الصلاة، فلأهل العلم فيها أقوال. القول الأول فيها أنه يقطع النافلة، يقطعها، ثم يبدأ مع الإمام من أول تكبيرة الإحرام، فهي أولى، فهي كصلاة فريضة أولى من النافلة، والمحافظة على إكمالها وإتمامها أفضل. وهذا القول نقل عن الشافعية، وبه يقول ابن حزم من أهل الظاهر. والقول الثاني أنه إن لم يخشى فوات الجماعة أتم النافلة ولا يقطعها، وذلك لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا القول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير. ومن أهل الفقه من المذاهب قال به المالكية والحنابلة. يبقى عندك القول الأول أنك تقطع النافلة، هذا إن أنت بدأت النافلة ثم الصلاة أقيمت. فلأهل العلم كما قلت لك القول الأول به يقول أهل الظاهر لأنك تقطع الصلاة، وبه يقول الشافعية أيضا، تقطع الصلاة النافلة ثم تنوي مع الإمام من تكبيرة الإحرام حتى الانتهاء من الصلاة تصلي معه. لماذا؟ قالوا أن فرض أولى. القول الثاني كما قلنا روي بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وعروة رضي الله عنه وابن سيرين وابن جبير. قلنا ومن المذاهب الفقهية قال به المالكية والحنابلة. قالوا أنه إن لم يخشى فوات الجماعة، يعني إن كان سيدرك الجماعة مع صلاته النافلة، فحينئذ يتم النافلة ولا يقطع الصلاة. ودليلهم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الذي نراه والله أعلم في هذه المسألة أن المتنفل إذا كان بدأ في صلاة النافلة وأتم الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية ثم أقيمت الفريضة، فله أن يكملها، وله أن يكملها ركعة خفيفة. ولكن إذا الصلاة أقيمت وهو في الركعة الأولى فنرى أنه يقطعها. يبقى هذا القول الذي نختاره. القول الأول
تقطع النافلة وتبدأ الفرض مع الإمام. القول الثاني، وهذا القول قال به الشافعية وأهل الظاهر. القول الثاني الذي قال به الحنابلة والمالكية، وروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا إذا كان يطمئن أنه سيدرك الجماعة فعليه أن يتم النافلة، مستدلين بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا بالنسبة لمن بدأ في النافلة ثم الصلاة أقيمت. طيب، إذا أقيمت الصلاة وهو لم يبدأ في النافلة، لم يبدأ في النافلة، فهل له أن يتطوع بنافلة ثم يصلي مع إمامه بعد ذلك، أنه سيدرك الإمام في الجماعة، فهل له أن يبدأ في النافلة ثم بعد ذلك يلحق الصلاة مع إمامه؟ هذه أيضا محل خلاف ونزاع قديم عند أهل العلم. فالقول الأول هو أنه يحرم عليه أن يبدأ النافلة بعد أن سمع الإقامة، حتى من قال بهذا القول قال حتى وإن دخل في النافلة، حينئذ تبطل هذه النافلة وعليه التسليم ويدخل كما قلنا مع الإمام، وهذا قول ابن حزم على عمومه. القول الثاني تكره النافلة، تكره ليس على التحريم، تكره النافلة بعد إقامة الفريضة، سواء كانت النافلة هذه ابتدأ بها قبل الفريضة أو كان متما له. وقول الشافعي كما قلنا. القول الثالث أنها تكره كتطوع بعد الإقامة إلا تكره على عمومها إلا في ركعتي الفجر، إلا في ركعتي الفجر، وذلك لفضلها، لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقالوا وأن صلى الله عليه وسلم قال، أقصد ما هو الآية الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. فقالوا المقصود بذلك هي النافلة. فكي يأخذ الأجرين فله أن يبتدئ متطوعا في ركعتي الفجر إذا لم يخف فوت جماعتها، ولو أنه أدرك التشهد في الفرض، فحينئذ جوزوا له صلاة النافلة في الفجر، لكنهم كرهوها في باقي الصلوات. لماذا؟ لفضل سنية الفجر عن غيرها، فضلها أكبر، يعني فضل صلاة الفجر أفضل من صلاة غيرها في النوافل، حتى أنهم اختلفوا أيهما أفضل، قيام الليل أم نافلة الفجر. هذا هو القول الثالث الذي نقله ابن المنذر عن بعض فقهاء الصحابة والسلف طيب، راجع المسألة وأنا معك. كراهة، أنا أعزوك إلى المصدر. كراهة ابتداء التطوع بعد الإقامة إلا في ركعتي الفجر إذا لم يخف فوت جماعتها، ولو أنه أدرك التشهد الأخير في الفجر، ما هو في التشهد واحد، لو أنه أدرك التشهد قالوا يجوز له أن يصلي صلاة النافلة للفجر. نقل ذلك ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن مسروق ومكحول والحسن البصري ومجاهد، وإليه مال بعض الحنفية.
هذه الأقوال التي جاءت في هل يشرع في النافلة أم لا، في النافلة أم لا. أما الذي قلناه في الذي نذهب إليه قبل إقامة الصلاة، فإذا أدرك ركعة في النافلة قبل إقامة الصلاة فله أن يتم الصلاة الركعة الثانية خفيفة، عملا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأنه حينئذ أدرك ركعة قبل وجود شرط النهي وهو إقامة الصلاة للفرض. هذا الذي نختاره في من بدأ النافلة قبل صلاة الفرض. يعني الصورة أنت الآن بدأت صلاة النافلة وجئت منها بركعة كاملة تامة، ثم قمت كي تأتي بالركعة الثانية، هنا أقيمت الصلاة. القول الذي نرضاه لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، ولقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حينئذ نقول أنه يتم الصلاة على إتمامها بخفة، لا يطيل فيها، وذلك لأنه حينئذ أدرك ركعة قبل الركعة الأولى، أنهاها قبل وجود شرط النهي اللي هو إذا أقيمت الصلاة. والله هذا قول. أما ما قاله إسلام الذي بعث لنا يقول ما أعلمه عن الشافعية أنهم في المسألة الأولى أن يتم صلاته، ائتنا بذلك المصدر الذي نقلناه الآن وقلناه أنه يقطع النافلة ويشرع مع الإمام من تكبيرة الإحرام، قالوا فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. الشافعية تكلموا في المسألة الأخرى أنها تكره النافلة بعد إقامة الفريضة، سواء كانت النافلة ابتداء بها. راجع ذلك المسألة، راجعها ونحن معك إلى آخر الدرس. إذن عندنا المسألة مسألتان: الأولى إذا أنت شرعت في النافلة ثم أقيمت الصلاة، وضحناها. الثانية إذا أقيمت الصلاة الفريضة فهل لك أن تتطوع؟ قلنا منهم من قال بالتحريم، منهم من قال بالكراهة، منهم من قال بالكراهة على العموم إلا في الفجر، إلا في ركعتي الفجر. نعم. طيب تفضل. السلام عليكم شيخنا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثني حامد بن عمر البكراوي وحدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول أبي أسيد. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وحدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري وحدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن الصوت. الصوت يا إسلام. اخرج من القناة ثم ادخل مرة أخرى. أنا أسمعك. السلام عليكم شيخنا. السلام. من أي موضع انقطع؟ معذرة الشبكة عندي ضعيفة. إذا دخل أنا انقطع من حديث ابن مسلم. حديث أبي قتادة قبل قبل ما هو من أول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. أيوة أيوة. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. قال وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن جئ حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. محمد. أيضا فيما ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه استحباب ركعتين أو صلاة ركعتين عند دخول المسجد.
وهذه أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. والاختلاف في الوجوب أنها واجبة أم أنها مستحبة أم تسقط بالفريضة. الخلاف الذي دار بين أهل العلم، فمنهم من قال بالوجوب استدلالا بما قرئ من أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقالوا أن الأصل في النهي هو التحريم، واستدلوا بحديث آخر خلاف ما هو في الباب، أن رجلا دخل يوم الجمعة، حديث سليك الغطفاني الذي عند الترمذي وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهذا الحديث وإن كانوا استدلوا به إلا أنه مردود عليهم بهذا الاستدلال. أما في الأول فإنهم موجه. أما الرد عليهم في حديث سليك فقالوا إن سليكا كان ذا فاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي أمامهم حتى يروا حالته فيتصدق عليه، فقال له: قم فصل ركعتين حتى يراك الناس ويروا ما بك، ثم الناس يعطوك من الصدقة. هذا رد عليهم من هذه الناحية. وهناك حديث أقوى من حديث سليك، والذي ذكره المصنف رحمه الله عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ترجع بس يا جماعة، انتظرني دقيقة واحدة آتيكم إن شاء الله، دقيقة وآتيكم إن شاء الله بإذن الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن التأخير. طيب، بسم الله. قلنا حكم ركعتي دخول المسجد. أولا هناك ما نسميها بتحية المسجد، وحينما قلنا نحن من قبل حتى أمامك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سماها تحية المسجد، ما قال له قم فصل ركعتين تحت المسجد، إنما الذي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال فإذا قدم بدء المسجد فصلى فيه ركعتين، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلى ركعتين، فقال لي صلى ركعتين، فليس فيها مسمى تحية المسجد. فحينما قلنا ذلك اتهمونا بأننا نقول ما لم يقله أحد. نحن نقول لكم هل النبي صلى الله عليه وسلم سماها تحية المسجد؟ يقولون أن الفقهاء درجوا عليه لكن قالها النبي. لا نسمي شيء في الشرع ما سماه النبي. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الرجل قال له قم فصل ركعتين، عندك في مسلم الآن، قال له فقال لي صل ركعتين، والذي قبله قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لم يقل حتى يصلي ركعتين تحت المسجد. فلا نسمي شيئا ما سماه النبي. هذه واحدة. الشيء الثاني في مسألة، يعني نقول أن المسجد ركعتين، لا نقول تحت مسجد، لا نسميه بهذا الاسم، حيث أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول ما قاله النبي قم فصل ركعتين وانتهى الأمر. الموضوع سهل، ليس فيه التعقيد الذي يعقده الناس. نتكلم في المسألة الفقهية وهي حكم ركعتي عند دخول المسجد. حكمها قلنا منهم من قال بالوجوب واستدلوا بما سبق، ومنهم من قال بالاستحباب. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى طيلة حياته الجمعة، مثلا بعدما نزل عليه الوحي والصلاة، فلم يصلي ركعتين حينما دخل المسجد، بل يأتي من بيته إلى المنبر مباشرة. فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الجمعة، طبعا أول على الجمعة الخصوص، لم ينقل عنه أنه دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يصعد على المنبر، ما جاء عنه ذلك أبدا. وأمامك هذا الكلام. ثم من قال بالاستحباب أيضا استدل بحديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذن فبعد الخمس تطوع، ليس بوجوب حينئذ، فليس بوجوب هذا الذي يقول باستحباب ركعتي المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد كثيرا من غير أن يصلي فيه، وأمامك في ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت هناك مشادة أو يعني شيء بين علي رضي الله عنه وبين فاطمة عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهما فسأل عن علي فقالت لا أدري أين هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجده في المسجد نائم وواضع رجل على رجل كما يقولون يعني، والتراب تحت، فقال له قم يا أبا تراب. فالنبي دخل المسجد فما صلى ركعتين. كثير يعني، هذا ليس هذا فقط بل كثير جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فما صلى ركعتين. فلماذا نجيبها على الناس؟ لم ينقل عن صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين نهائيا، يعني لم ينقل عنه أنه دخل المسجد فصلى ركعتين كما يسمى الآن بتحية المسجد أبدا. إنما هو أمر الناس إذا دخل فصل، لكن ليس الأمر هنا على الوجوب، لأنه صرفه الصارف هو أنه سلم ما كان يصليها مداوما عليها. ثم إننا نعم هي سنة بالإجماع، هي سنة بالإجماع، والإجماع في ذلك نقله البدر العيني. نعم، الذي نراه نحن أنه مستحب. سؤالك لي الذي أراه أنه مستحب لكل مسلم أن يركع ركعتين عند دخوله المسجد، لأننا لو قلنا بالوجوب
لو قلنا بالوجوب إذن كل من دخل المسجد ولم يصل هذه الركعتين قلنا له بالتحريم، يحرم عليه. وهذا القول الذي إذا قلنا بالتحريم حينئذ ما قاله أحد من الفقه المعتبر، ما قاله أحد. ثم إننا طالما جوزنا دخول المسجد لغير المتوضئ، ما هو المتوضئ ودخل المسجد، لماذا دخله المتوضئ؟ ما يخلي المتوضئ يخش يصلي، يخلي المتوضئ يخش يصلي. يبقى إذا لو قلنا بذلك لن نجيز لأحد دخول المسجد إلا هو متوضئا حتى يصلي. يبقى طالما جوزنا دخول المسجد لغير المتوضئ كذلك لا نجب عليه الصلاة حينئذ. واضح؟ ثم أصل المسألة القائلين بالوجوب هم أهل الظاهر فقط. القائل بالوجوب هم أهل الظاهر فقط. إنما الاتفاق على أنها سنة، وقلت لك منهم من نقل الإجماع على سنيتها. فالخلاصة الذي نرضاه والله أعلم أنها مستحبة. ركعتي المسجد عند الدخول مستحبة لكل مسلم، يستحب له أن يركع ركعتين عند دخول المسجد، ولا نقول بالوجوب لما قلناه سابقا. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. عزوة بس الكتاب أغلق عندي فقط ثانية واحدة. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم دا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال وحدث شيخنا هنا انتهى الباب، نشرح في الذي بعده. تم الضحى. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كامس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني الرشك حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وحدثنا خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري قيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر بثوب. قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. قال وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. السطر شيخنا. نعم تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال حدثنا أو قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ب3، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. صلى الله على محمد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك. لكن بالنسبة لصلاة الضحى فهي مستحبة بالاتفاق، هي مستحبة بالاتفاق، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس إلى قبل زوال الشمس، يعني يبدأ بعد شروق الشمس بتقريبا 20 دقيقة وينتهي قبل أذان الظهر، ينتهي قبل أذان الظهر. الأفضل في أدائها حينما تشتد الشمس، أفضل وقتها حينما تشتد الشمس، يعني تقريبا الساعة 10. نعم، هذه إن كان الظهر عندك يؤذن الساعة 12 فيكون أفضل أوقاتها الساعة 10، إلا أن وقت الجواز يبدأ من بعد طلوع الشمس ب20 دقيقة، وقت الجواز حينما يذهب صفارها أو احمرارها الذي تظهر به. ووقتها كما قلت من ارتفاع الشمس قيد رمح أو ب20 دقيقة إلى قبل زوال الشمس. الزوال معناه أن الشمس تكون في كبد السماء، هذا هو الزوال، يبدأ زوالها إلى الحيث المغربي. طيب، الأفضل في أدائها أنها تؤدى حينما تشتد الشمس، وبهذا قال جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة بهذا الوقت. أقل ركعاتها هم ركعتين، أقلها ركعتان، وفي أكثرها خلاف، وفي أكثر عدد ركعاتها خلاف قديم بين الفقهاء. فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن أكثرها 8 ركعات، كما هو معنا الآن حديث أم هانئ وغيره. الجمهور يقولون بأن أكثر ركعاتها 8، أكثر شيء لا يزاد عليها، أقلها ركعتان وأكثرها 8. هذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. ذهب النخعي إبراهيم النخعي وابن جرير الطبري أنه لا عدد لها لكثرتها، ابدأ ب2 وليس لها نهاية. دليلهم ما قرأناه الآن من حديث أمنا رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. هذا دليلهم. إذن الجمهور على أن أكثرها 8. النخعي إبراهيم وابن جرير الطبري على أن أكثرها ليس له حد، لكن الجمهور على أن أقلها ركعتان. حكم من لا يصلي الضحى لا شيء عليه، هي سنة أصلا، في أصلها سنة، من صلاها فله أجر، ومن لم يصليها فلا شيء عليه. فضلها كما جاء في الحديث أنها تجلب الرزق والبركة، فالله قال اركع لي 4 ركعات أكفك آخرة، اركع لي 4 ركعات أكفك آخرة. فالله كفيلك، الله هو كفيل. من صلاة الضحى فأنت في كفالة الله عز وجل، فأنت في كفالة الله عز وجل. نعم. جاء في فضلها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذا الحديث عندما حسنه، وإلا فهو عندنا لا يصح. نعم، من فضائل الأعمال جوز في هذه الأمور، في فضل الأعمال جوز هذه الأمور. نعم، تساوي، أو هذه الصلاة تعادل من صدقة 360 صدقة، تعادل 360 صدقة. نعم. لا، ليس فيها بالنسبة للسور التي تقرأ في صلاة الضحى. نعم، الأحناف يقولون يقرأ فيها بالضحى والشمس، بسورة الضحى وسورة الشمس، الأحناف يقولون ذلك. نعم، هذه لا، هذه لا ليس فيها زيادة. هذا الذي نحفظه للأحناف فقط، أنهم قالوا يستحب أن يقرأ في ركعتي الضحى بسورتي الضحى والشمس. هذا لو صلى ركعتين. نعم. نعم. أنا قلت لك أن وقتها كيف تقول أخي، يعني كيف تصلي؟ لا يجوز لك أن تصلي الضحى بعد الفجر مباشرة. لا يجوز. لم يقل أحد من أنك تصلي صلاة الضحى بعد الفجر، ما قال أحد بذلك، ما قال أحد بذلك. هي صلاة الأوابين، نعم، صلاة الأوابين، نعم. ونعم، هي حين ترمض الفصال أي تشتد الحر، يشتد الحر. نعم، فالأرض تسخن. حينما الأرض تكون بها حرارة فهذا هو وقت صلاتها. نعم. نعم، ما سوى ما يسبب التسمية بأنها صلاة الأوابين. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، كما عند مسلم. صلاة الأوابين إذا الفصال أي الرمل، نعم، إذا رمضت، أن الرمل يشتد حره. نعم، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والفصال هي كما هو معلوم هي أولاد الإبل. نعم، فهي صلاة الأوابين لأنها تصلى إذا اشتد الضحى. نعم. نكتفي بذلك القدر، جزاكم الله خير. إذا احفظ مني أن الضحى مستحبة بالاتفاق، وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس، أي بعد شروق الشمس ب20 دقيقة. قلنا الأفضل في أدائها، وقت الأفضلية أنك تؤديها حينما تشتد الشمس، وهذا القول قال به جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة. وقلنا أن أقلها ركعتان، وفي أكثرها خلاف قديم كما ذكرنا لك، أن الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة على أن أكثرها 8، لا يزاد على ذلك. بينما استدل النخعي وابن جرير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أمنا رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. فنحن نقول من أن تصلي 2 4 زد ما شئت. نعم. جزاكم الله خير، نفع الله بنا وبكم، بارك الله في أعمالنا وأعمالكم. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس قبل كل شيء خالصة لوجه الكريم، سواء قلنا أو كنا قائلين أو مستمعين. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله لي ولكم في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا وأموالنا، بيض الله وجوهنا جميعا، اللهم آمين. الآن نبدأ بعض الأسئلة على عجالة، لن نطيل في متن الجزاء.